بيرازيني وانت برضو رايح تعمل حاجه عكس. يا عم سيب الشره دي لاي حد يخرج من هنا وريح دماغك. انت ليه تحط نفسك في موقف الجول؟ يا عم يجي في يوم نفس الجول. انا ماليش دعوه، انت ليه بتقارني بيهم؟ انا بقول لك يجي في يوم نفس الجول وهوريك الجوله الجايه. افتكر ان شاء الله ايه اللي هيحصل. عايز اشتغل الستاندر الصراحه، عايز هالاند صلاح بقى والرجاله دي كلها تيجي ووود والرجاله دي وخلاص. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج كوره كاست، البرنامج الاعظم الاروع الامتع على الاطلاق، او احنا بنتمناه كده كده في يوم من الايام. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا حبيبي. ونبدا بأولى فقرتنا وهي نبدا اولى جولاتنا مع مجانين فانتزي. واحنا الحلقه اللي فاتت حطينا لكم لينك الجروب بتاعنا، امسحوه. امسحوه عشان احنا ترتيبنا وحش قوي يا جدعان. اخبار الخوازيق ايه يا كابتن يحيى؟ كلها خوازيق. قعدنا محنكين ونعمل ونحط. ايه عملت ايه الجوله اللي فاتت؟ جبت كام نقطه؟ حقيقه واجه جمهورك. 49 نقطه. انا نايم 50 صحيت لقيتهم 49 يفصلوا معايا بقى. بس انا انت مع الناس اللي عايزه تعمل وايلد كارد دلوقتي ولا ضد؟ هو انا ميال لحاجه معينه، عايز اشتغل الستاندر الصراحه، عايز هالاند صلاح بقى والرجاله دي كلها تيجي ووود والرجاله دي وخلاص. بس لا طبعا مش بدري. بص انا لسه مثبت التشكيله بتاعتي، او ممكن الشيطان يلعب معايا بعد الجوله الثانيه. بيبدا ايه الوايلد كارد بتطلع. بس انا الجوله اللي فاتت اتبهدلت. ما انا كنت قاعد بنصح الناس، قاعد بنصح محمد باشا وبلدينا واقول لهم تيجاني رايندرز الواد ده جايب اي سي ميلان، واد هجام، واد بيعمل، واد بيسوي، وانت ما جبتوش وانا ما جبتوش. هو كان بيدور على كلاب بلدي. وجاب مالن، سمع كلامي وجاب مالن برضو وعمال يشتمك عليه. والله العظيم جاي يتخانق معايا على مالن. ويلا الحمد لله. بس هو ده الفانتزي عادي يعني. انا بقى كنت جايب 2 من مانشستر يونايتد، كونها وامبويمو او مبومو. الشيخ الواد ده فعلا يا جدعان واد مجرم. لا الفرقه حلوه اصلا. لا يونايتد حلو يعني. انا بشجع ارسنال اهو. بس بقول لك الفرقه بربع جنيه عادي يعني. هم الابطال كده بيكسبوا الماتشات كده بكل سهوله. كوسه والتحكيم. تحكيم ايه بقى كوسه والتحكيم. الواد ده الواد كان ناقصه ينجزه كده ويقوم ايه رازعه. يا عم عادي، ده اعتبره ماتش ال 3-1 بتاع ارسنال ويونايتد. اليونايتد كسب فيه 3-1. احنا عاملين 37 شوط على الجون وانتوا ما عملتوش حاجه. عادي يعني. انا على فكره ما بشجعش مانشستر يونايتد بس لا انا بكلمك انا بس انا بتكلم على الظلم التحكيمي اللي انت ده ما حصلش ظلم تحكيمي خالص خالص. ما حصلش اي حاجه. ايه اللعيبه اللي شايفها نو ريسك دلوقتي؟ هو يعني بس لسه قدامنا شويه. بس ايه اللعيبه الاوبتيمم اللي انت كنت بتقول عليهم؟ هو اللعيب اللي انت عايزه يبقى ستاندر الصراحه، وعايز تبقى هو ايه الستاندر ساعه؟ الستاندر انت عندك هالاند ده ستاندر. صلاح بالنسبه لي ستاندر، بس ستاندر غالي شويه. انت ممكن تفكه باثنين بجاكبو. ما هالاند ممكن تفكه باثنين برضه. لا ليه يعني؟ مش عارف تفكه باثنين. ليه؟ هالاند بكام؟ ب 14. وهو صلاح بس هالاند السنه دي مختلف. السنه دي مختلف. صلاح اللي هيخش يريح هالاند اللي كان مريح السنه اللي فاتت. السنه دي هالاند بدا هتلاقيه هيضيع عليك الهاتريك والسوبر هاتريك، مش هتعرف تعوضه باثنين. اما انت تعوضه باثنين يعني ايه؟ صلاح هتعوضه باثنين من ليفربول. هتجيب جاكبو وهتجيب مثلا ايكيتيكي. فانت جايب 2 من ليفربول. لسه الدنيا ما بداتش يا جدعان لسه. انت لا هي الفرقه كده هتبقى كده. فيرتز هات فيرتز، بس فيرتز هيبقى اقل لهم شويه في الاهداف، بس هيجيب طبعا. انا ماشي كمل بقى. ايه النورسك تاني؟ وفي خط النص هات شركي من السيتي او رينجرز من السيتي برضو. والليفر زي ما قلت لك. والارسنال هيجيبوا هيشتغلوا كلهم. جوريسكا هيجيبوا هيأدي. ساكا هيجيبوا هيأدي. انا عندي بس هي مشكلتي في تشيلسي هي اللي عندي مشكله. مش عارف مين بقى النجم الصراحه. انا مش فاهم لهم حاجه دول. انا مش فاهم لهم حاجه. انا شكلي همشيهم وراح دماغي وابقى انا كده هيبداوا بنهايه الموسم بتاعتهم الفتره اللي فاتت. لا انا بالنسبه لي الواد الحلو اللي انا كنت قايل عليه الواد تيجاني رايندرز. والواد قدوس. الواد ده لعيبه توتنهام حلوه اصلا. لا مجرم. والواد سومينيو الواد ده فظيع يا جدعان والله. انا شفت له الاجوان بتاعته. ايه ده؟ الواد فعلا لعيب قوي. لا لعيب قوي ولعيب فورمه الصراحه. وفاهم كوره قوي قوي يعني. لا لعيب فورمه ولعيب كويس الصراحه يعني. دول في خط النص اللي هم ورخاص جدا. ما فيش حاجه. وصلاح طبعا يعني انا مش هطلع صلاح من التشكيله بتاعتي خالص. يعني انا شايف ان هو من ربع فرصه بيجيب جوان.
وممكن يجيب هاتريك وسوبر هاتريك كمان يعني عادي زي هالاند. بس هالاند يعني انا شايفه ان هو كان بادئ عالي قوي الفتره اللي فاتت، الموسم اللي فات، وبعد كده ايه دروب حصل، ودروب جامد يعني. هو اتصاب يعني، بس بعديها ما شافش كوره، هو اتصاب والفرقه برضو كانت داون كلها يعني، فمش بمزاجه يعني. فدي ده نقطتي مع هالاند يعني، انا خايف يخيش كده في الموضوع. بس اللي عندك فعلا الواد اللي جامد قوي الواد وود ابني. لا خشب. انا متبنيه من السنه اللي فاتت وعيل، لا وكلنا متبنيين يعني. محترف يعني، محترف يعني. بس فيعني دول اللي انا شايفهم. الواد ايت نوري برضو جامد. انا بفكر بتاع السيتي طبعا بفكر اجيبه الصراحه قوي. لا عندي. بس ايه عندك لعيب فورم عالي قوي الواد ده حلو رهيب يعني. بس هو انا شايف الفرق يعني الناس تجيب منها من الاخر يعني، هات من السيتي، هات من ليفربول، هات عايز تجيب من الارسنال الدفاع اقوياء قوي. الهجوم لو انت متردد يعني ومش عارف مين في الهجوم والكلام ده استنى عليهم شويه عادي مش مشكله. هات من توتنهام الواد جوكيريس فكرتني قوي جدا، قوي جدا، قوي بدنيا بطريقه قوي جدا. ما في حدش بيعرف ياخد منه الكوره. بس الفكره ان هو اللعب لسه ما فهموش. اول ماتش برضه ليه في الدوري الانجليزي يعني، فالموضوع مختلف شويه يعني. الواد ده يا جدعان هيجيب. انا بقول لك هيجيب، وعندي كلامي بقول لك الواد ده هينافس على هداف الدوري، بس هو لسه برضه بيجيب الفورمه بتاعت الفرقه لسه انا عارف، فده طبيعي. وكان بيلعب يونايتد برضه يعني، ما كانش بيلعب في فولترفورد برضه يعني. كانت واكلاكوا يا جدعان، عادي. ايه المشكله يا عم؟ ياكلونا كل ماتش ونكسب، ما عنديش مشكله يعني، الموضوع عادي يعني. توتنهام اللي هتبقى حلوه قوي السنه دي. توتنهام حلوه قوي قوي قوي، هتبقى حلوه قوي السنه دي. العيال شكلها يعني الواد ريتشاردسون، بس مشكله ريتشاردسون المينتاليتي العقليه. لا ده ضايع يعني. جاب جوان رهيبه وكل حاجه، بس مشكلتي معاه في المينتاليتي بتاعته. تلاقي مثلا ماتش مكبر وماتش تلاقيه فورمه الفورمه، فلسه هنشوف الدنيا ماشيه ازاي مع لسه. ونوتنجهام برضو زي ما هي هتبقى مع الشيخ مختار هتبقى حلوه قوي. والله هتبقى حلوه زي ما هيبقى وود، وهيبقى عندك هم جيبسو، عندك واحد اسمه اندرسون ده حلو قوي. هم ماشوا إيلانجا بس اللي مش عادي، وجابوا لعيب على فكره، جابوا لاعبين 2 مكان. انا عارف جابوا خط الدفاع زي ما هو، والفرقه زي ما هي توب. فرقه قويه قوي يعني، الناس تركز معاها برضو، الناس ما تسيبهاش. الواد اينا والواد خط الدفاع كله برضو، الاثنين دول حلوين في الدفاع. طيب انت شايف اللعيب اللي ما يخرجش من فرقتك، قول لي اسم او 2 ما يخرجش من فرقتك لاخد نهايه الدوري؟ لا انت بريسك ولا من غير ريسك؟ لا نو ريسك. لعيب اللي هو هينزل ان شاء الله يقوم حاطط لك جولين 3 لاعبين. عايز لاعبين؟ لا هات، عايز تريح نفسك خالص يعني، هات صلاح وهالاند يعني. ما تفكرش كتير يعني. انا صلاح بالنسبه لي بنسبه كبيره. وعندي الواد امبويمو ده يا جدعان، هتشوفوه الفتره الجايه، خدوها مني. الواد ان شاء الله يعني سوبر، والفرقه مساعداه دلوقتي ان هو يعمل اللي هو عايزه. الواد ده الفتره الجايه هيبقى كونيا على فكره هيبقى هداف برضه. كونيا حلوه قوي، كونيا حلوه قوي 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 يعني. كونيا مشكلته في الماتش انه كان بيلعبوا هجوم راس حربه. ايوه، وهو ما بيلعبش راس حربه، هو بيلعب تحت راس الحربه. لما دخل سيسكو قدام ورجعه هو ورا، الواد انطلق فعلا. لا هو عمل كذا فرصه اصلا في بدايه الشوط برضه كانت حلوه بس يعني. ما كانش واخد راحته قوي في الماتش، مش زي لما كان بيطلع بيبني الهجمه من تحت. لما نزل سيسكو الواد ده بقى ظهر قوي 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 يعني. هم اللعيبه الاثنين حلوين الصراحه. انا على فكره جايبهم الاثنين يعني، وهراهن عليهم الجوله الجايه. راهن عليهم ماشي، ويخسروا الجوله الجايه تقول لك انا هو لسه وراهم. الواد كارد الحلوه الاثنين اول 2 يمشوا ده يونايتد في الاخر في الاول يعني. لا ان شاء الله خير. هو ريسكي، بس هو ريسكي حلو عادي يعني، تجرب. انت ممكن تاخد الريسكي ده في توتنهام على فكره عادي، يستاهل. جونسون حلو، فرقه تستاهل. لا بقول لك في فرقه تستاهل وفي فرقه ما تستاهلش. لا هم فرقه تستاهل الصراحه. مش عارف انا مش عارف، بس انا مش عارف يعني، مش توتنهام مش شايفها يعني، بس يعني هي فرقه حلوه، بس انا مش شايفها يعني هتأدي قوي يعني الفتره الجايه. هتبقى فرقه كويسه، مش فرقه زي السنه اللي فاتت، بس مش زي السنه اللي فاتت. هتبقى فرقه كويسه، دفاع خط الدفاع كويس. عايز تجيب بيدرو بورو، متوافق معاك. عايز تجيب روميرو، عايز تجيب فان فيدا، ولا انا لسه هدي فرصه لتشكيلتي الفتره الجايه. اديهم فرصه ان شاء الله. ان شاء الله. انت بدل ال 36 تبقى ال 40. تحسسني ان انت الاول على الجروب. 32 فرق. عايز تقول حاجه تانية في الفانتزي؟ لا
لسه بدري قوي يعني، ما هو لسه بدري كلام، بس كانت جوله كلها خوازيق بس. يلا الحمد لله. اللعيبه بتاع سوق الجمعه عايزين لعيبه سوق الجمعه. لعيبه سوق الجمعه هتلاقيهم كتروا الفتره اللي جايه دي، لانك انت هتبقى عايز حد كده ايه في الرخيص منه، وفي نفس الوقت ايه ما يأزمش التشكيله. هتلاقي لعيبه ليدز باك شمال كويس، المهاجم كويس، بورو ده ولا عندهم كذا لعيب حلو قوي ليدز. وساندرلاند على فكره انا شايف الناس بس عشان شايفينه بيقول لك اول ماتش والكلام ده كده، بس ساندرلاند هتأدي موسم حلو. ده اكتر من غالبا اكتر فرقه صرفه في الميركاتو اصلا ساندرلاند. ما هي ساندرلاند انت لو شفت الماتش بتاع الطلوع بتاعها انا اتفرجت عليه. لا حلوين جدا فرقه حلوه جدا يعني. ده اول ماتش لسه بدايه الدوري يعني، كل اللي جاب 3 نقط كسب والتاني اتعادل، فلسه ده لسه بعد 5 6 ماتشات نقول عليه حاجه. فيعني لا لسه قدامه يعني، مش هيبان دلوقتي، هو كم ماتش كده يبان بقى فعلا معدن. الفرقه اللي احنا ما اتكلمناش عليها الوقت كريستال بالاس ايزي حلوه قوي والله. الواد ده يا ابني لايق على ارسنال قوي. انا نفسي والله يا ارتيتا هاتوا يا ارتيتا. انا بقول لك الواد ده مجرم. انا شفتش حد بيعمل مع جيمس اللي هو عمله الصراحه. لا الواد جيمس بتاع تشيلسي بهدل جيمس. لا الواد مجرم يعني قوي جدا ولاعيب وينج حلو جدا زي مارتينيلي بالظبط كده. شفت الدبل كيك اللي عمله يا عم بقى. بس على فكره والله لو كانت لبست كانت تبقى حلوه، كان هيبقى جون عالمي. ماشي كان هيبقى، بس هي ما لبستش. لا تقدير هو قد كده. لا انا شايف ان هو تيجاني رايندرز ب5 دلوقتي بقى 5 و6 غلي. لا طبعا فورمه الناس تجيبه حتى لو ب6 يجيبوا برضه. لا الواد تيجاني رايندرز هو غالبا شكل روديجر، هو اسمه روديجر اللي خط النص. رودري اتصاب وشكله هيقعد له شويه. والله شكله اتصاب هيقعد له كام ماتش كده، فهو الواد ده هتلاقيه منطلق حبه حلوين. لا الواد فظيع، فظيع يعني. تمام كده. عندك كلام تاني تقوله في الفانتزي؟ لا طيب كده هنكون خلصنا فقره الفانتزي. ما تنساش هنحط لكم اللينك بتاع الجروب تاني، خشوا الجروب وهيبقى فيه جوائز كويسه في اخر الموسم، وان شاء الله احنا ده يعدي من ال 32 واحنا نطلع من ال 36. تمام. ونخش على الفقره الثانيه وهي نبدا فقراتنا المحليه طبعا مع الاهلي والزمالك، ونشوف ايه رايك في اداء الاهلي والزمالك الفتره الماتش اللي فات ده. الدوري هو الدوري هيبقى حلو السنه دي، هيبقى كويس، هيبقى فيه منافسه بس عشان بس من ده انا عايز بس في لقطه كده. ايه رايك في محمد بن رمضان؟ لا ده لعيب كواليتي مختلف تماما. هو حاسس ان هو بيلعب اعلى من الناس اللي موجوده في الملعب. ده حقيقي. هو الراجل ده الوحيد اللي شفته بيتحرك وزي ما هو عايز وبيتحرك صح، بيجريش وخلاص. عارف ان الباص ده هيطلع باص غلط بيغطي عليه. وفي كوره شفتها له، الكوره بتاعت ديانج لما شاط الكوره وعملت مرتده، وهو الكوره بتتشاط وهو كان بيجري، يعني عارف الكوره هترتد فين وبتجري فين وبيغطي فين. سيبك من دي كمان، اللي هو بيستلم باريحيه. لا طبعا بيستلم فتح الملعب، مش بيستلم اللي هو ايه استلم وبص، لا الاستلامه بتاعتي انت عارف. طبعا اللي هو بيستلم ووشه كده عارف. لا هو عارف هيعمل ايه كمان. القرار لا بجد هو وزيزو يعني لو استمروا على الاداء ده الفرقه هتروح في حته تانية. هو هو تحركاته بين الخطوط عالميه. اللعيب شفت حتى تبص على الجون اللي اتحسب اوف سايد الاول وبعد كده الجون الثاني اللي جابه زيزو، هو تحركاته بين الخطوط عامل ازاي. هو نفس الارضيه. الجون جابه الثاني، لا الجون جابه الثاني ده يدرس بجد. وهو وزيزو الدنيا تحركاته. لا اقسم بالله الدنيا مقفوله خالص هنا، وفي محمد بن رمضان ومفتوح خالص قوي ان هو زيزو يباصي هنا عادي. اداها لمحمد بن رمضان ودى الفرقه في حته. لا خلاص تحرك استلم بالاتجاه اللوكشه اللي كانت هنا دي، وزيزو اخترق هنا. لا ما هو لعيب كواليتي عالي قوي. لا الواد الصراحه مجرم. ولو فضل بالاداء ده واتمنى ده، لانه اداؤه الصراحه الماتش الاولاني بتاع مودرن ما كانش عاجبني يعني. عادي. لا ده كانت بدايه الدوري برضه، ده طبيعي. ماشي انا بقول لك بقى على الفكر يعني كان زيزو ظاهر عنه. لا الماتش اللي فات ده ايه ده عامه على فكره. هو عشان هو لعب صح، هو لعب اللعيبه صح. وانت عامه ايه اللي ظهر برضه عشان نكون واقعيين، اللي يظهر مثلا محمد بن رمضان لاعب اللعيبه اللي تنفع تلعب معاه. لاعب جنبه بن شرقي
لاعب جنبه زيزو، مش لاعب لي تريزيجيه ما بيدوش تحركات، بساط تريزيجيه غلط، شوطاته غلط، قراراته كلها غلط. انت منافسن مع تريزيجيه. انا منافسن عليه فعلا. تعال نحطه بن شرقي في الماتش اللي فات ده. ده لم كام لمه وده باصه كام باصه. مش هيبان يا ابني لا طبعا لا. تريزيجيه انا عندي مشكله فيه. تريزيجيه ده لعيب قديم قوي، لعيب محلي قديم، ستايل القديم اللي هو عايز يجري على الوينج ويرفع او يعمل الكلام ده كله او يشوط، بيفكر في نفسه ما بيفكرش في حد. لا طبعا بن شرقي ده لسه بن شرقي عالي قوي قوي. مش عايزين نحكم بدري على تريزيجيه. لا انا بحكم عليه. لا انا بحكم عليه. انا ضدك. انا بحكم عليه. وانا وانت هو هيجي في يناير هتلاقي بدا يقعد على الدكه وما بقاش يلعب والناس كلها خلاص تقول لك يمشي، صفقه فاشله والكلام ده كله. بس هو الاهلي ما بيقفش على حد يعني زي ما بيقولوا. ما بيقف على حد يعني. بس انا ما اظنش ان هو هيوصل للمرحله دي يعني. هو اصلا الاهلي جايبه لشخصيه تانية، هو ضيعها في كاس العالم فهو اتهز بس مش اكتر يعني. ده خبره عشان يبقى كابيتانو. ماشي. هو فين بقى كابيتانو ويحل محل الشناوي والكلام ده كله؟ فين ده؟ فان شاء الله هتيجي هنشوف الدنيا فيها ايه الفتره الجايه ان شاء الله. بالنسبه لاداء الزمالك ايه رايك فيه؟ اول جوله بيقولوا اداء عالمي ومش عالمي وجون عالمي فعلا بتاع شحاته، بس يعني تعادل الماتش اللي فات بالاضافه لظهور النجم البرازيلي المتالق. ايه رايك في الاداء؟ عادي. هو بص، هو دايما كده الزمالك وجمهور الزمالك ممكن لعيب يعمل لقطه يصفره يعني، يخليه طبيعي عادي نجم النجوم. بس يعني لا، هو لسه بدايه الموسم وده طبيعي، الناس تتعادل والناس تكسب ولسه بيشوفوا بعض، فرقه جديده واغلبيه اللعيبه لسه جديده، لسه كلهم بيتعرفوا على بعض، فده طبيعي. وفرقه المقاولين فرقه حلوه، فرقه دفاعيا قويه، فرقه واقفه على رجليها، فهي دي كل القصه. انت مش شايفه نجم يعني الواد اللي نزل ده؟ انا ما اعرفوش، نزل 5 دقايق يعني، ما عملش حاجه يعني، ما جابش جون يعني، ما كسبش الفرقه. نجم في ايه؟ انا ما اعرفش. انا سمعت واحد دخل على واحد لم واحد، ده ماشي يعني، ايه المشكله يعني؟ طبيعي. واسمه برازيلي برضه، ده ما بقاش برازيلي لو ما لموش يعني، فده طبيعي عادي يعني. انت شايف لسه بدري جدا عليهم يعني، لسه على الفرقه كلها وعلى الخطه وعلى الكلام ده كله، فالناس مستعجله يعني. بس تمام. في طبعا الفقره حاليا ما فيهاش كلام كتير بخصوص في نقطه بتاعت طرد محمد هاني. ايه رايك في طرد محمد هاني؟ انا بوجهه نظري سيبك من الكلام ده، كان شايف انه صح. لا هو انا دي وجهه نظري. انت معذر مع شويه لعيبه. انا بص، هو كده جايب معايا اخر. هو الحكم قال له اطلع من الناحيه دي، هو ما طلعش سابه ومشي. ممكن يكون في نفسويات في الملعب. عادي، ده بيحصل. بس الحكم انت لازم تبقى عارف ان الحكم بيرازيك. لا الفكره مش الحكم، لا هو انا كحكم ما ينفعش ارازي لعيب. لا عادي. لا هو الفكره هو معروف كل شويه يقول لك انا عرباوي ومش عرباوي. يا عم انا مالي بقى عرباوي ولا مالي. لا ما نغلطش فيهم الناس دي. لا انا ماليش دعوه في الملعب، مفيش كده. ايوه بقى، ده هو محمد هاني اللي بيتكلم بيقول لك هو يعني هو قال لي اتحرك من هنا وانا طلعت اديت الشاره بسرعه وجريت. تاني حاجه لو هو قصده ان هو ياخر الماتش خلصان 4-1. ايوه ماشي. وكان ممكن يخلص 5-1 و6-1 يا عم ماشي. فمش الجاب اللي انا اضطرد بيها ان انا بعطل وقت والكلام ده كله. فالموضوع عادي يعني بيمشي، مش اللي هو لا انا عرباوي ومش عرباوي. هو لا، هو بص، هو في حاجه حصل بينهم في الملعب عامه، في حاجه حصلت فيهم، مش ده في كلام حصل بينهم في الملعب، فبناء عليه هو محمد معروف كان بيتلكك مستني له تلكيك. ما حصلش حاجه. هو محمد هاني بيتكلم بقى، ممكن تلاقيهم هم بيتكلموا، ما اعرفش بقى. بس هو محمد هاني بيتكلم. انت عارف ان هو خلاص اترفع عليه دعوه في اللجنه واتقبلت. هم ما حكم لهمش. ايوه مش هيحكم ال5 ماتشات ولا الماتشات الجايه في الدوري. عادي ده عادي. ده هو بس بعيد عن عشان ما يبقاش فيه مشاكل يعني. هو ممكن يخلوه يحكم. هو فعلا غلطان لان اصلا التاخير من عدمه ما ياثرش على حاجه في الجوله يعني. لا هو ما ياثرش على حاجه في نتيجه الماتش، مش هيأثر على حاجه ولا وقت الماتش ولا اي حاجه. لو انت شايف ان هو هيأثر زود انت من عندك. لا انا شايف ان اللعيب لازم يبقى ذكي. انا عارف ان الشخص الحكم ده بيتلكك لي وبيرازيني، وانت برضو رايح تعمل حاجه عكس. يا عم سيب الشره دي لاي حد ويخرج من هنا وريح دماغك. انت ليه تحط نفسك في موضوع زي ده؟ واللعيب عارف على فكره وفاهم، بس هو ما توقعش ان هو يطرده يعني. لا ما هو انا وجهه نظري كده. انا شايف ان هو الحكم بيتلكك لك. ماشي. انا ما ينفعش حكم يتلكك لي عموما يعني، او في اي حته يعني، في اي دوري من الدوريات ما ينفعش حكم يتلكك لي. لا عادي في الكوره بيحصل كده. الحكم بيتلكك. انت بتعنصر مع محمد هاني. انت أيوة كويس انت طردت. انا بحييك يا معروف. كده ننهي الفقره المحليه، مفيش كلام كتير فيها الفتره دي، لسه الجولات الجايه، ونخش على فقره
نبدا فقرات العالميه. الكلام مش هيبقى كتير برضو. هنتكلم على شويه حاجات في الدوري الانجليزي، وشايفين انطلاقات مين الانطلاقات القويه في الدوري الانجليزي. طبعا كله مش هيبان دلوقتي، بس انا شايف ان فرقه مانشستر يونايتد هتبقى قويه جدا 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 الفتره الجايه بالاداء اللي هم لو استمروا على الاداء نفس الاداء بتاع ماتش ارسنال، بغض النظر على الجون الكوسه اللي انتوا جبتوه ده. ماشي. احنا على فكره بقينا 3 مواسم بيجيب فيكم نفس الجون يا عم، بيجيب فيهم نفس الجون. انا ماليش دعوه، انت ليه بتقارني بيهم؟ انا بقول لك بنجيب فيهم نفس الجون. ايه؟ بنجيب فيهم نفس الجون كل ماتش. ماشي يعني حركه عادي. الاداء والاستمراريه مش مهم الاداء يعني. لا يا عم، انت كل شويه تقول لي خلصوا الدوري لا هزيمه يا عم مش احنا قعدنا نلعب 5 مواسم باداء؟ انا السنه دي مش عايز اداء. مش عايز اداء. انا عايز اكسب بس. انا مش عايز اداء. شايف ليفربول وخايب امل لتشيلسي في الماتش اللي فات الصراحه، كان اداء سيء جدا. مانشستر سيتي طبعا. انت شايف توتنهام؟ انا مش شايفها طبعا يعني. اراء بس يعني. لا ما بص، انت مش توتنهام بالنسبه لي مش فريق توب يعني. هو فريق هيبقى رخم في الدوري. فريق مش زي السنه اللي فاتت كان بيخسر من اي حد. لا الفرقه الصغيره هيكسبها كلها وهيبقى رخم قدام الفرق الكبيره. ماشي. يعني يجي يلعب السيتي مثلا الماتش الجاي مثلا هيرخم فيهم، هيلاعب الارسنال هيبقى ماتش رخم، هيلاعب ليفربول مش هيبقى ماتش سهل لو تكسبوا 2-3 أيوة. لا هيبقى ماتش رخم، ممكن تخسر ممكن تتعادل الكلام ده يعني. موافق معاك في الكلام ده. فرقه كويسه واقفه على رجلها، خط دفاع قوي، خط نص قوي، الهجوم كويس شغال كويس. انت شايف مين الفرقه غير اللي انا قلتهم ولا انت متوافق؟ هو انا شايف لا السيتي رقم 1. اللي انا بقوله للناس والناس هتبقى مقتنعه بقى، ليفربول مش هتكمل. انا بقول لكم اهو واضحه جدا جدا جدا، هي مشيت معاهم كده، بس انا بقول لك اهو ليفربول مش هتكمل. انا ضدك انا ده وجهه هتشوف دوري عالمي لليفربول. يا ماشي نشوف يا ريت. يا جدعان، هو غلطه الدفاع فعلا. سوبينيو بهدل الدفاع الماتش اللي فات، شنع بيهم زي ما بيقولوا، بس غلطات دفاعيه يعني. لا هو مش من الطبيعي ان ليفربول يبقى كسبان 2-0 ويرجع 2-2 يعني. ما الماتش ممكن يروح منك عادي لا عادي. ده مش سهل خالص. بتحصل يا جدعان، بس في ثانيه كده الجونين جم يا جدعان. دي فرقه كبيره جدا، ده يعرفك يعني ايه الفرقه تبقى كبيره، ان هي تكون خلاص في انت في ارضك في وسط جمهورك اخر 8 دقائق وتجيب جونين، فده قوي يا عم. ما هو انت بتلاعب فرقه اصلا خط الدفاع بتاعها كله لسه ماشي، لسه متباع، لسه مش واحد راح ريال مدريد واحد راح باريس. ماشي يا جدعان، فمفيش خط دفاع اصلا، المفروض تخش تكسب 4-5. يعني هم ما جابوش لعيبه يعني، ما هو جابوا لعيبه يا باشا. ماشي، مش بنفس الكواليتي اللعيبه اللي كان موجود عنده. ماشي، ما عنديش مشكله. مثلا مش زي مثلا دخلت السيتي دخل انا هفرم، داخل افرم، خد الاربعه وممكن يجيب 5 و6 ما عندوش مشكله. هو بيفرم، داخل يفرم، عارف هدفه عامل ازاي. ارسنال مستوى الماتش ده عادي، ده طبيعي، بيلعب مانشستر يونايتد في ارضها، فهو عايز ياخد حاجه معينه من الماتش، عايز يكسب الماتش، وانا قصدي ابوظ الماتش، مش عايز يفتح. ليه؟ لان لعيبه يونايتد جعانه، ايموبو وكونها وسيسوكو ومش عارف سيسكو والناس اللي جايه جديده كلها جعانه، عايزه تثبت نفسها. عايز يثبت نفسه فين؟ قدام في ماتش زي الارسنال وعلى ارضه بدايه الدوري. فهي دي الفكره. هو صح، هو بوظ الماتش عليهم صح، وخد اللي هو عايزه من الماتش. ماشي، هنعتبر ان ده اللي حصل. يا عم هو خد اللي هو عايزه. فرقه يونايتد تقيله السنه دي، سيبك بقى ان هو ماتش واداء والكلام ده كله. وان شاء الله هوريكم الجوله الجايه، افتكر ان شاء الله ايه اللي هيحصل. ماشي. لسه برضو برشلونه احنا بنتكلم النهارده الثلاث، لسه ريال مدريد ما لعبش، برشلونه لعب، وطبعا في كوارث تحكيميه على برشلونه، بس نعديها لهم لغايه لسه نشوف الموسم ماشي ازاي. احنا لسه في البدايه، وان شاء الله هنكمل معاكم الفتره الجايه بتفاصيل اكتر مع الجولات الجايه ان شاء الله. وبكده ننهي حلقتنا. لو انت بتتابعنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب، لو انت بتتابعنا على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك ما تنساش تعمل شير لايك فولو.